في عنا 4 انواع تفاح موجودين بالسوق اللبناني، تعالوا ندوقهم ونشوف اي نوع اطيب. ومثل العاده جيت على محل خضره كلكم صرتوا تعرفوه، طلعوا لي هالترتيب وهالاصطفاف الحلو. شو معلم؟ في تفاح؟ في تفاح. يلا عنا هيدا اسمه جرانيتي اكسترا ب 550,000، بينك ليدي كمان ب 550,000، التفاح التركي ب 400,000، وهيدا التفاح اللبناني ب 250,000. هو تفاحاتنا صاروا جاهزين، ويلا على اهم بار بالفيديو اللي هو الدواقه. رح بلش بالجرانيتي الاكسترا. حامضه مثل التفاح الموشح. الجرانيتي للجماعه اللي بيحبوا التفاحه الحامضه. هلا هيدي اسمها حلو صراحه، بينك ليدي. كيف حتكون طعمتها؟ جورج ليك شو جبت لك؟ جبت لك البلاك سابوت الشوكولا المضبوطة يا جورج، هيدوليك كانوا عم يضحكوا عليك، هيدي هي المضبوطة. الشوكولا؟ هيدي الشوكولا الصح يا جورج. اذا بدكم نجربها اكتبوا لنا بالتعليقات. كويكة الشوكولا اللي صورتها المره الماضيه عم بيقول لي هي الاصليه، هي اللي طعمتها عن جد شوكولا. البينك ليدي حموضتها حسيتها اقل، طعمة سكر اكثر، سكر وحموضه، حبيتها اكثر من الجرانيتي. التفاح التركي، هاي التفاحة كتير طرية على فكرة، طعمتها أخف وحدة فيهم، بس تراوتها وقوامها هيك إحساسهم حلو تحت السنان يعني. وهلا اللبناني، شوفوا تفاحاتنا، شوفوا اسم الله عليهم، شوفوا، وأرخص من البقايا، بتقرقش بس بذات الوقت منا قاسية. التفاحة اللبنانية بتحب تحسسكم الاثنين. شوفوا بالأول اللب، سكرها معتدل، ما بيضايقك. بالنسبة إلي تفاحاتنا بيربحوا. في هيدي البينك ليدي طيبة كمان. شو أكتر نوع تفاح بتحبوه؟